ايه يا شباب، اخباركم ايه؟ بصراحه بقى وحشتوني جدا. النهارده بقى فيديو Q&A واجاوبكم على كل الاسئله اللي سالتوها على البوست اللي كنت منزله على الكوميونتي. وهو في الحقيقه جه حوالي 138 كومنت، فانا هرد على هقدر ارد عليه، والباقي ان شاء الله يعني هحاول اعمل فيديو تاني منفصل عشان ارد عليه. فمن غير رغي كتير كده خلينا نبدا الفيديو، ولكن قبل ما نبدا انزل اعمل لايك دلوقتي للفيديو حالا، وكمان اشترك في القناه عشان نوصل ل 50,000 مشترك في اقرب وقت، وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديده. ولينك الانستجرام هسيبه لك في اول كومنت. لو عندك اي استفسار كلمني هناك. ويلا بينا نبدا الفيديو سريعا جدا جدا. خلونا بقى نبدا باول سؤال من بدون اسم يعني مش عارف مين ده، ولكن هو بيقول اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال محيرني. اولا انا مهتم بالتصوير والكاميرات، وتحديدا كاميرا التليفوتو وتصوير البورتريه. سؤالي، هل فتحه العدسه الاكبر يعني افضل وتدخل اضاءه اكتر؟ طب الايفون 12 برو فتحه عدسه 2، والايفون 13 برو فتحه عدسه 2.8، هل فتحه العدسه الاكبر في 12 برو هتكون افضل من ال 13 برو، ولا مين فيهم افضل في تصوير البورتريه من ناحيه الوضوح والعزل، وكذلك في الاضاءه المتوسطه؟ بص، مبدئيا كده فتحه العدسه طبعا بتفرق في التصوير جدا، ولكن انت عندك الكاميرا اللي في ال 12 برو البعد البؤري بتاعها او التقريب بتاعها 2.5 اكس، عكس طبعا الموجود في الايفون 13 برو ماكس 3 اكس اوبتيكال زوم. فكل ما بتقرب الزوم اكتر ففتحة العدسة بتضيق شوية، ولكن فتحة العدسة ال 2.8 واسعة جدا بالنسبة لل 3 اكس اوبتيكال زوم. فمن ناحية الاضاءة والوضوح في صور البورتريه هتلاقي ال 13 برو افضل بكتير. تاني سؤال عندنا من حد مش عارف ارقام كده واسمه زكي، بيقول لك مين افضل، اوبو رينو 6 ولا ايفون اكس اس من ناحية الشاشة والكاميرا؟ من ناحية الكاميرا الاكس اس افضل، من ناحية الشاشة الاوبو رينو 6 افضل. محمد علي بقى بيقول لي ايه اكتر موقف محرج حصل لك؟ اكتر بقى موقف حصل لي، كنت انا وخطيبتي واختها كنا بناكل في مطعم ما يعني. المهم طبعا انا كنت راكن العربيه بعيد عن المطعم خالص، يعني بعيد بحبه حلوين. المهم كلنا وخلصنا الاكل، بعد ما جيت بقى احاسب جاي بحط ايدي في جيبي ما لقيتش المحفظه نسيتها في العربيه، وطبعا الراجل واقف جنبي عايز الفلوس اللي هو مستني ماسك بقى الشيك ومش عارف ايه وكده. فكان موقف محرج جدا بالنسبه لي، ونزلت طبعا قعدت اجري في الشارع عشان اوصل للعربيه بسرعه وما اتاخرش وارجع اجيب للراجل فلوسه. كان موقف يعني حاجه قذره بصراحه. هو ده يعتبر اكتر موقف محرج انا فاكره، اكيد في مواقف تانية بس انا مش فاكرها. بعد كده سؤال من محمد امجد بيقول لي هل فرق السعر يستاهل بين ال11 وال11 برو، وايه احسن ايفون كسر زيرو ب 9500 جنيه للتصوير؟ طبعا الفرق ما بين ال11 وال11 برو يستاهل، لان الشاشه اموليد، وكمان الكاميرات فيه تقدر تصور بورتريه بكاميرا 2 اكس زوم، فبتاخد صور بورتريه تحفه واحسن بكتير من الايفون 11. افضل ايفون بقى كسر زيرو ب 9500 جنيه فهو الايفون اكس اس ماكس. بعد كده مده بيقول لي حضرتك مش ناوي تعمل مراجعات للسمارت ووتشز والساعات الجديده والسماعات الجديده قصدي، ولا حضرتك هتفضل في التليفونات بس؟ والله انا هعمل لكم عن كل حاجه، بس انا المتاح بالنسبه لي حاليا الايفونات او الموبايلات بس، لان انا مش في مقدرتي ان انا اروح اشتري منتج دلوقتي واعمل عليه ريفيو، لان انا لسه اليوتيوب مش بيدخل لي دخل مناسب ان انا اعمل كده، فاهمني؟ ولكن قدام مع الوقت ان شاء الله اعمل لكم على كل المنتجات، ويعني ربنا يرزقنا كده ان شاء الله. بعد كده من صفاء شريف بيقول ليه الايفونات بتبقى معروضه على الموقع باسعار اعلى بكتير من اللي حضرتك قلتها في فيديو سابق، ولو هشتري ايفون انهي مكان او موقع اللي ممكن ما يضحكش عليا في السعر؟ اللي على المواقع دي بتبقى اسعار عاليه جدا، لانها بتبقى من اماكن زي تو بي، والاماكن اللي هي اصلا بتديك بسعر عالي جدا، لان بيبقى متضاف عليهم ضرايب اوفر عن المحلات التانية. الاماكن اللي انا بقول عليها دي اللي هو الجوكر ستور او ميلان ستور او الارم ستور، دول افضل 3 اماكن تشتري منهم ايفونات جديده باسعار كويسه جدا، وطبعا بيبقى الموبايل عادي جدا ونفس النسخه اللي بتتباع في تريد لاين، ولكن بتبقى ارخص حوالي 6 او 7000 جنيه. بعد كده محمد علي بيقول فخر العرب، وربنا بحب قناتك ومحتواك قوي، والله العظيم انا كمان بحبك جدا. بص يا سيدي، انا هشتري اكس اس ماكس وخصوصا بعد ما اضحك فيه انت وصدومه وبدر، بس موضوع الكاميرا الاماميه مخوفني حبتين. هي عامله ايه؟ بتقدر تعطيني صور حلوه؟ بص، هي مش افضل حاجه في الاضاءه الضعيفه، هتطلع لك صور مش حلوه في الاضاءه الضعيفه، ولكن في الاضاءه العاديه او في الاضاءه النهاريه هتاخد صور ممتازه.
يعني هي مش احسن حاجه ولكن صور ممتازه بجد. بعد كده ابراهيم عبد الله بيقول لي ايه رايك في عرض فاليو مع تريد لاين، هل فعلا في خصم 50%؟ هو الحوار ما جاش كده، هو الحوار مش خصم 50%، الموضوع كله ان هم كانوا عايزين يعملوا شو ويجروك ان انت تنزل الابلكيشنز بتاعتهم بشكل كبير جدا ومن غير ما يعملوا اعلانات. فكل اللي عملوه عملوا عرض مع فاليو ان هو في خصم 50%، تروح بقى تشتري تلاقي فيه مش عارف 15% ولا 10% ضريبه، وبعد كده 25% عشان القسط، بتلاقي نفسك في الاخر داخل في حوالي 45%. فكل الخصم اللي هم عملوه حوالي 5%، اللي هو اصلا برضو اغلى من المحلات اللي هي بتبيعه، يعني اغلى من اللي موجود في ميلان ستور والجوكر ستور والارم ستور. فمفيش اي عرض ولا اي حاجه، هو مجرد شو والناس جريت وراه، مش اكتر، نصبايا من الاخر. بعد كده احمد نصر بيقول لي هل بطاريه الايفون 13 تفرق جامد عن ال 12 وايه الفرق في المده مثلا يعني؟ بص هي هتفرق كتير عن 12. ال 12 كان بيقعد مثلا سكرين اون تايم حوالي 5 ساعات في الحدود دي، ال 13 هيديك حوالي 8 ساعات سكرين اون تايم او 7 ساعات، ففرق حوالي ساعتين 3، فدي حاجه كويسه جدا. بعد كده عبده اسطوره او اسطوره بيقول لي بتستخدم مايك ايه في التصوير؟ بستخدم مايك الام ام 1، هو فوق اهو، ده المايك اللي انا بستخدمه في التصوير. بعد كده عمر حسن بيقول لي هل كاميرات الايفون 8 ينفع ابدا عليها يوتيوب وسعره عامل كام حاليا؟ زائد انا بحب فيديوهاتك قوي. والله شكرا جدا يا عمر. وكاميرات الايفون 8 طبعا تنفع تبدا بيها محتوى لان في الفيديو هتطلع لك كواليتي ممتازه جدا. بعد كده ياسين رياض بيقول لي انا دلوقتي قدامي الايفون 11 ازود شويه واجيب ال 12 وهل في فرق كبير ولا لا؟ طبعا تزود وتجيب ال 12 لان الشاشه الاموليد هتفرق جامد جدا معاك، وكمان الكاميرات عليها تطورات احسن، وكمان بتقدر تصور نايت مود من الكاميرا الالترا وايد، فال 12 احسن بكتير ومعالج اعلى، فخليك في ال 12 طبعا. كومنت بقى من عبد الرحمن علي عبد الوهاب بيقول لي هل تتوقع سامسونج السنه دي هتحتل الصداره في المركز الاول ولا ابل؟ وانت شخصيا منحاز لاني طرف؟ بحبك وانا كمان بحبك. اولا سامسونج ما اظنش ان هي هتطلع على الصداره في حته الفلاج شيب، يعني كده كده سامسونج بتبيع اكتر من ابل بالنسبه للموبايلات كلها، ولكن بالنسبه للفلاج شيب بتاع سامسونج والفلاج شيب بتاع ايفون ما اظنش ان هو هتبيع اكتر من الايفون بتبيعه، لان ايفون اصلا بدات تاخد شعبيه كبيره جدا دلوقتي، ومعظم الناس بقت تتجه ان هي تشتري ايفون، فما اظنش ان سامسونج هتاخد الصداره من ايفون. وانا منحاز لاني طرف؟ بصراحه انا بحب اجهزه اندرويد اكتر، وكنت منحاز لها لفتره طويله جدا، وما زلت عندي كده حب ليها ونفسي ارجع لها تاني، ولكن اللي مريحني في الاستخدام الايفون، واللي حببني اصلا في حته ان انا اشيل سمارت فون غالي الايفون، لان انا كنت لما بجيب موبايل من سامسونج او اي اندرويد، موبايل كان سنه ولا سنتين وسعره بيقع في الارض، ما بقدرش ان انا ابيعه، وغير كده امكانياته ما بتستحملش يقعد اكتر من كده. ولكن الايفون حاجه كده خرافيه، بجانب طبعا الكاميرات التحفه بتاعه الايفون. دلوقتي بقى طبعا سامسونج بدات تظبط الكاميرات والكلام ده كله، فممكن جدا قريب اجيب الاس 22 الترا او اجيب مثلا الاس 23 الترا اما ينزل، يا عالم يعني لسه الله اعلم. بعد كده كومنت من محمد احمد السيد بيقول لي بدات تعمل محتواك على اليوتيوب امتى وازاي؟ انا بدات 28/2/2021، يعني انا بقالي سنه وشهر، سنه و10 ايام حاجه زي كده يعني. وبداته ازاي؟ ما ولا اي حاجه، كان عندي كاميرا كنت اصور بيها صور، كانتش احسن حاجه يعني، بدات بيها وجبت لي بقى الاضاءه دي والاضاءه اللي ورايا، وبدات اعمل فيديوهات عادي جدا، وحدثت طبعا الاوضه اللي هو الدهانات بتاعت الاوضه بتاعتي عشان اقدر اصور فيها، وبس كده وبدات اصور. بعد كده انس جمعه بيقول لي عندي ايفون 7 بلس، ايه اخر تحديث اي او اس هيوصل له عشان لو دي اخر السنه الحق ابيعه واشتري حاجه اغلى اكس ار او اكس اس؟ بص رسميا دي اخر سنه اللي هو وصلت له دي، ولكن ممكن يحصل زي ما حصل مع ال 6 اس يوصل له سنه كمان، ولكن رسميا هي دي اخر سنه. بعد كده من دراكن او حاجه زي كده بيقول مين احسن في الوقت الحالي، اس 22 الترا ولا ايفون 13 برو ماكس؟ الاثنين جامدين جدا جدا جدا، وعلى حسب انت ميال لانهي نظام، لو انت ميال للايفون فهات 13 برو ماكس، لو انت ميال لاندرويد هات الاس 22 الترا. ولكن بالنسبه لي انا شايف الاس 22 الترا تفوق على 13 برو ماكس السنه دي بشكل واضح يعني. بعد كده محمد البرعي بيقول لي ايه افضل ايفون ممكن اشتريه في حدود من 9 ل 10000 بعد الاسعار الجديده؟ انا عامل فيديو عن الاسعار دي، ممكن تشوفه، هسيبه لك في الاي اللي فوق، فخش اتفرج عليه في القناه، انا عامل فيديو عن افضل ايفون تشتريه في الحدود دي. بعد كده عمر جبريل بيقول لي ايه احسن ايفون عجبك في تاريخ ابل؟ ال 13 برو ماكس، لانه جايب كل حاجه حلوه و120 هرتز وماكرو وكاميرات تحفه
وفيديوهات بروريز وحاجات كده خرافيه. بعد كده الحزين طول الحياه. طب انت مسمي نفسك حزين ليه؟ طيب ايه اللي مزعلك في الدنيا؟ ما علينا. وبيقول لي صلي على النبي فعليه الصلاه والسلام، وصلوا كلكم على النبي يعني عشان نكسب ثواب كلنا ان شاء الله مع بعض. نختم بقى الفيديو بسؤال من احمد مصطفى بيقول لي ارخص حد واضمن حد اشتري منه ايفون 13 برو، الجوكر ستور وميلان ستور. دول ارخص اتنين غالبا، والجوكر هتلاقي ارخص كمان من ميلان ستور، فخليك في الجوكر. انا لسه جايب منه 13 برو ماكس، بصراحه مكان ممتاز جدا. بس كده، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. وانزل اعمل لايك بقى للفيديو دلوقتي حالا، وكمان اشترك في القناه. احنا خلاص اهو 20000 مشترك، عايزين نوصل ل 50000 مشترك. وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديده. ولينك الانستجرام زي ما قلت لك عندك في اول كومنت، لو عندك اي استفسار كلمني هناك. وما تنسوش تتفرجوا على الفيديو اللي فاتت، وانتظروا الفيديو الجاي، واشوفكم على خير.